يا صباح الفل والورد والياسمين على قلوبكم يا بنات، وحشتوني جدا جدا حبايبي واخواتي. النهارده الفيديو بتاعنا ضرب نار، فيديو من الاخر يا بنات، فيديو بقى تحدي ضد الكسل. قاعده كده وزهقانه، وكل ما ادخل الاوضه دي الم اللعب اللي فيها، ولادي يقوموا راميينها وراميين الحاجات. وعايزه اقول لكم الاوضه حاسه ان هي مكركبه، مهما روقها قلت لا ما بديهاش يا فاتن، قومي استعيني بالله. واخدت بعضي كده ورحت داخله بقى فاتحه الشباك، وقلت هغير نظام الاوضه دي خالص. هرمي كده شويه، او يعني هدي لاي حد كده شويه من اللعب يستنفع بيها، لان عندي لعب كتير قوي، والمقصره هرميها اتخلص منها خالص. لاني بجد اللعب كتير جدا، وكل ما اروق الاوضه يا بنات ارجع تاني يرموا اللعب. فلا مش هينفع كده، حاسه بتوتر جدا. فرحت بقى واخده الدباديب دي كلها كده مع ملايات السرير، هاخدها كده برضك عشان اغسلها. وهغير بقى النظام خالص كده، ونفضت بقى السرير زي ما انتم شايفين. هبتدي الم اللعب بقى اللي هي مكسره لوحدها، والسليمه اللي انا عايزه اوزعها لوحدها هوزع بقى. هتخلص منها، ادي لحد يستفيد منها، لان بصراحه اللعب كتير جدا وبتعمل لي كركبه في الاوضه. زي ما انتم شايفين بقى، شفتوا؟ عايزه اقول لكم دي نص اللعب، نص اللعب اللي انا هوزعها. لعب كتيره جدا يا بنات، وهما مش بيستفيدوا بيها، هما بيلعبوا بلعبتين تلاتة بس، فحرام يعني هنفضل بقى شايلين الحاجة كده وخلاص. المهم رحت واخدة بقى الكيس الزبالة، ورحت حاطة فيه اللعب دي، وقلت هوي الأوضة شوية بحيث ان مبيبقاش فيها كراكيب كتير، لان انا ابني الصغير بيفضي اللعب مرة واحدة. فحرام، عايزة اقولكم بقى بجد منظر بيبقى بيوتر جامد. اتخلصت بقى من اللعب اللي انا عايزه اتخلص منها، والباقي شيلته. رحت بقى دورت على الزعافه ما لقيتهاش، رحت جايبه المقشه كده وابتديت ازعف بقى الحيطه. وقلت بقى كده كده احنا بيانات دخلنا بقى كده على، خلاص قربنا يعني ندخل ان شاء الله على المدارس. فقلت هعمل التنظيفه بقى بالمره، تنظيفه جامده جدا. انا قبليها كنت ماسحه تحت السرير، فالمره دي قلت بقى ايه، هعملها بقى زعفها وهمسح فوق الدولاب، وهغير النظام خالص وهخليها زي الفل. وكمان شلت الستارة، لان الستارة برضو كان مليانة تراب وعايزة تتغير. وهنا بقى هاخد المخدات كلها اغسلها برضو، لاني حاسة اللي هي فيها بقع وكده. فقلت بقى تنظيفة عميقة بقى للأوضة بالمرة. عشان ايه؟ يعني دي انا عملتها مرة واحدة، مش بفتح بقى في شغل البيت كله مرة واحدة، لا. الأوضة دي بعملها في يوم عشان اعملها صح يا بنات، و يعني ما تعبش برضو. اعملي كل يوم اوضه تحسي ان بيتك ده بقى فله، ويفرق كتير بصراحه. هنا بقى عندي في الطبق ده اسبونشا وشويه من الاريال. الاسبونشا دي جديده اول مره استخدمها. طبعا هتقولي لي يا فاتن هتغسلي بالليف الدولاب، هقول لك كاتبين عليه ومانيكير، وبصراحه مبهدلينه خالص. بس انا يعني الاسبونشا بعصرها كويس جدا جدا من الميه، فيهاش ميه ولا اي حاجه. ومعايا كمان فوطه مبلوله وفوطه ناشفه، امسح بالفوطه المبلوله بعد ما ادعك كويس جدا، وبعدين بالفوطه الناشفه. مش هيجرى له اي حاجه يعني، ما تقلقيش، مش هيبقى فيه ميه ولا اي حاجه، بنشفه كويس جدا. بس عايزه اقول لك الطريقه دي بعملها يعني مرة واحدة في السنة، مش كل يوم. بس انا حاسة ان هو يعني مطفي كده عشان لونه ابيض، فقلت بقى شوية اريال كده وشوية كرو بيخلوا شكل الدولاب منور بصراحة، بتفرق كتير. مسحت بقى زي ما انتم شايفين اهو، خليته فله. همسحه بقى بالحته الفوطه الناشفه كمان، عشان خالص ما يبقاش فيه اي ميه خالص. تمام اهو زي ما انتم شايفين الفوطه دي ناشفه ما فيهاش ميه خالص. طبعا انا مش عايزه اغير ميه ولا اي حاجه دلوقتي، لان ابني اصلا بيكسر فيها لسه صغير، فبيلعب بقى مش بعمل كده في الحاجات غير مره واحده في السنه. فحرام اغيرها دلوقتي هتتبهدل تاني. فقلت بقى اسيبها كده ان شاء الله، ان ربنا ادانا طول العمر يكبروا شويه كده، وهغيرها ان شاء الله. هعمل اوضه حلوه قوي. هنا ابتديت برضك امسح الشباك، كان كله تراب، انا بس نفضت كده التراب، وابتديت برضك اجيب فوطه وفيها شويه اريال كده وامسحها. عايزه اقول لكم الشمس على قد ما هي حلوه في البيت، على قد ما مدمره لنا حاجات كتيره يعني. الشبابيك متدمره بسبب الشمس، الشمس يعني حاميه جدا بالذات في الصيف يعني. بس برضك في نفس الوقت حلوه يعني. ابتديت بقى خلاص مسحت اهو، هاجي بقى على المشايه. انا الحمد لله يا بنات عايزه اقول لكم بجد عملت دايت ونزلت 10 كيلو في اسبوعين. اللي عايز النظام الدايت بتاعي يكتب لي في الكومنتات وانا هنزله لكم. وبلعب كل يوم مع 10 دقايق لربع ساعة على المشاية، بصراحة بتفرق معايا كتير جدا جدا جدا. وبصراحة موضوع ان الواحد يبقى يعني وزنه زايد ده عن الطبيعي بيبقى صعب، رجلك بتوجعك وظهرك بيوجعك وبأثر عليكي كتير. فاستعذت بالله كده بقى، وكان عندي إرادة، قلت ان شاء الله هنظم نظام أكلي، واعمل الدايت اللي هو النظام الصيام المتقطع. حلو جدا جدا يا بنات، هبقى اقول لكم عليه في كومنت لو عايزين. المهم يا بنات
او في فيديو لوحده. هنا بقى ابتديت احط الملايه وغيرت بقى الستاره زي ما انتم شايفين. النظافه بجد حلوه جدا، يعني دي راحه نفسيه ليا، يعني بجد غيرت نظام الاوضه وخليتها كده جنه، بقت واسعه وبقت جميله خالص، ويعني قللت اللعب كمان. فالحمد لله دلوقتي بروقها ما بتاخدش في ايدي دقيقتين بالظبط وتلاقيها زي الفل. ليه؟ عشان انا شلت كل الكراكيب منها، عشان كمان ان شاء الله في المدارس يدخلوا بقى يذاكروا ويبقوا ما فيش كركبه ولا فيش اي حاجه. هيأت لهم جو حلو اهو، وعملت لهم الاوضه خليتها زي الفل، وغيرت بقى الملايات زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا واخده المخدات هغسلها، فطبعا ما غيرتش الملايات. طبعا انا واخده المخدات هغسلها، فطبعا ما غيرتش الملايات. بنات اللحظه اللي هي بجد راحه نفسيه، خلصت الاوضه زي ما انتم شايفين وخليتها زي الفل اهو الحمد لله. وكده النظافه حلوه يا بنات. شايفين بقى الاوضه وسعت ازاي؟ الحمد لله بقى يقدروا يلعبوا فيها ويذاكروا. والحمد لله كده خلصت الاوضه وخليتها زي الفل. هاجي بقى هنا على البلكونه، كنت عايزه اغسل الشباك برضو، حاسه كده ان هو مطرب بقالي فتره ما عملتوش. رحت بقى داخله على البلكونه بقى. هخلي البلكونه معاكم دلوقتي كده حاجه تانية خالص، غيرت النظام خالص. وقلت كده ايه، الواحد عنده اكتئاب يغير نظام البلكونه عشان يقدر يطلع فيها بقى. دلوقتي بطلع اشرب الفنجان القهوه بتاعي فيه، بقعد فيها كده مع وقت الغروب. بجد يعني فرقت كتير. المنظر الحلو بيخليك انت كمان نفسيتك مرتاحه. رحت بقى غاسله كده الترابيزه. وهنا السلم ده كنت بحطه في الصاله، بس يعني الماتيريا بتاعته مش قد كده، فمسحته مسحه حلوه وهاخده واحطه في البلكونه. واحطه في البلكونه، احطه كام حاجه كده موجوده عندي. انا بصراحه مش هشتريت حاجه، يعني الحاجات الموجوده عندي انا حاولت اغير بيها البلكونه. عايزه اقول لكم السلم ده الماتيريا بتاعته مش قد كده، فانا قلت ايه هحطه بقى في البلكونه، اغير النظام بيه كده شويه، عشان خاطر انا ان شاء الله ناويه اجيب واحد حلو. وهنا المفرش هحطه على الترابيزه كده، وانا كنت لسه بشوف انا هحط السلم فين بالظبط، هتلاقيني غيرت المكان تاني. وطبعا هنا غسلت الزرعه بقى وزعفت البلكونه ومسحت الارض. بس طبعا قلت بقى مش هجيب كل ده معاكم عشان ما يبقاش الفيديو طويل معاكم. وهنا خلاص بقى خلصت البلكونه. شايفين بقى القعده بقت جميله ازاي؟ ما شاء الله بقت تحفه جدا. خلصنا البلكونه وحطيت السلم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت عليه كمان الحاجات دي. والله فرقت كتير، عايزه اقول لكم بجد بقيت بحب اقعد في البلكونه، يعني بقى التكلفه يا بنات، مش لازم حاجتنا تبقى واو يعني. هنا خلصت خلاص ودخلت بقى على المطبخ. ما احنا هنعمل غدا، امال مش هنتغدى يا بنات؟ بس هعمل معاكم غدا حلو جدا. بس قبل ما قلت اعمل الغدا هعمل المطبخ معاكم. انا المطبخ كنت عاملاه بالليل، بس حاسه ان الارض ابني كان موقع فيها عصير فكانت ملزقه جدا، فقلت لا هكنس بقى زي ما انتم شايفين كده بالمقشه. كنست كده بقى اهو زي ما انتم شايفين المطبخ كله، عشان هندلق بقى ميه وندعكه دعكه جامده جدا، لان زي ما قلت لكم العصير كان ملزق لي الارض خالص. رحت جايبه بقى كده ميه دلقاها، وحطيت شويه من مسحوق الصابون، قصدي صابون المواعين، وشويه كرور. وابتديت بقى بالمقشه كده مسكتها بترخ، خليتها بقى بتنور كده بينور. قعدت ادعك جامد كده لحد ما كل حاجه اللي في الارض اللي هي بتلزق دي طلعت الحمد لله. وبقيت ادلق ميه واجر، ادلق ميه واجر بالمساحه. شايفين بقى الارض بقت تلمع ازاي؟ لان انا غاسله الارض بالكرور، والكرور ده حلو جدا جدا يا بنات. دايما على طول خليه وانت بتمسحي الارض تحطي شويه كرور كده، بتفرق كتير. وهنا بقى حاسه ان باب التلاجة كان ملزق، رحت بقى جايبه الاسبونشه كده ودعكاه دعكه جامده. ابني دايما يعني ربنا يحميهولي ويخليهولي دايما بيقف معايا في المطبخ وانا بعمل الاكل وانا بعمل الفطار، فايده بتبقى على طول على المطبخ من بره، على التلاجة، على الغساله، فدايما ايدي في الحاجات دي. المهم يا بنات بقى رحت ملمعه كده التلاجة وخليتها بقى بتنور. انا كنت غسلاها من يومين يعني، كانت جوه زي الفل. وهنا بقى غسلت كده باب التلاجة ورجعت كل حاجه من عليه اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد النظافه دي يعني خلي ايدك في الحاجه دايما تحسي ان حاجتك جديده، يعني الحمد لله. انا لو مثلا يعني العادي كسلت يوم ولا حاجه، كلنا كده، ما اقعدش لتاني يوم، يعني تاني يوم كده ايدي بتاكلني واقوم اعمل بقى كل الحاجات اللي انا عايزه او حاسه ان هي عايزه تتعمل. هنا بالرخامه بقى كنت حاسه برضو ان هي عايزه تتظبط شويه، مع اني بمسحها دايما، بس قلت بقى همسحها مسحه جامده معاكم. ومسكت بقى الاسبونشه ودعكت كويس جدا زي ما انتم شايفين اهو. انا الاستيكر ده ان شاء الله هغيره معاكم، لان انا مش حابه اللون ده. انا بقى اللون الابيض بصراحه بيريحني كمان في التصوير، لكن ده لا مش حلو، ما حبيتهوش خالص. فانا ان شاء الله اجيب استيكر حلو نوعه حلو كده ونرجع المطبخ كده بشكل جديد.
هنا كده خلاص بقى همسح الرخامة، وكده اخر حاجة بعملها في المطبخ ان البوتاجاز عندي كان نضيف وما كانش عندي مواعين الحمد لله. وهنا بقى دخلت على التواليت بقى، ابتديت دعكته كده وخليته زي الفل. وطبعا كلكم شاطرين في الموضوع ده، بس انا بقى قلت كده اوريكم برضو اخر حاجة عملتها في مرحلة التنظيف. رجعت بقى التواليت كده وحطيت الفرش بتاعه، ودعكت برضو الارض بكرور واريال وخليتها زي الفل. عايزه اقول لكم في حاجه بجيبها من عند الراجل بتاع الصابون، اللي هي الصبانه، اسمها خلطه او عجينه حلوه جدا جدا بتخلي التواليت تنضيفه زي الفل. وكده الحمد لله كده خلصت بقى. ندخل على مرحله الغدا. والغدا بتاعنا النهارده غدا حلو جدا، وغدا الكبار والصغيرين بيحبوه يا بنات. هنعمل ايه؟ هنعمل عجينه البيتزا او البيتزا او الميني بيتزا، بس ال10 دقايق. ايوه ال10 دقايق. هنا عندي كوبايه من الميه الدافيه، كوبايه ميه دافيه ما تكونش سخنه قوي يا بنات، وحطيت عليها كيس من الخميره ومعلقتين من السكر، معلقتين صغيرين يعني مش كبار. وقلبي كل الكلام الجميل ده مع بعضه كده بقى. الخميره تخمر معاكي بسرعه، عشان كده العجينه اسمها عجينه ال10 دقايق. قلبي بقى كده وسيبي بقى الخميره براحتها خالص. ايه يعني دقيقتين 3 اصلا هتلاقيها الخميره بتشتغل. عبال ما الخميره تشتغل تتفاعل مع السكر. تعالوا بقى اقول لكم مقادير البيتزا ايه. عايزه اقول لكم بقى احلى طريقه بيتزا هتاكليها، على فكره معتمداها من سنين ودايما بعملها، وبتبقى احلى من بره 100 مره. والحمد لله في عيد ميلاد، في مناسبات، في اي حد في العيله عندنا بيقولوا فاتن على طول هي اللي تيجي تعمل الميني بيتزا او البيتزا. ليه؟ لان انا الحمد لله بعملها بطريقه زي بتاعه المحلات بالظبط. هتعمليها ازاي يا فاتن؟ عندي 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه ملح، ونزلت بقى بالخليط اللي هو الخميره والسكر. وهنزل بربع كوبايه من الزيت، ومعلقتين كبار من اللبن البودره. معلقتين لبن البودره دول اختياري مش اساسي، بس عايزه اقولك انا لما جربت احط عليها لبن بودره وداها في حته تانية خالص. طعمها بيبقى غني جدا يا بنات، وتبقى كده بتدوب في البق وتحفه. وزي ما قلت لكم ربع كوبايه من الزيت، ويفضل زيت زيتون، بس انا ما كانش عندي زيت زيتون كان خلص. زيت الزيتون بيدي طعم حلو قوي برضو للبيتزا. طيب انا مش عايزه يا فاتن احط زيت زيتون او ما عنديش، حطي زيت عادي زيي، بس اهم حاجه يكون نوعه كويس عشان ما يخليش للطعم للبيتزا. اعجني بقى كويس جدا، لو حسيتي اني عايزه ميه حطي. بس هي دي عجينه البيتزا يا بنات، شايفين ما بتلزقش كده خلاص اهي. وابتدت بقى تبقى معايا ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه. هسيبها بقى 10 دقايق تخمر بالظبط، وبعد كده نستخدمها على طول. عايزه اقول لكم بجد احلى عجينه ممكن تعمليها. تعالوا بقى عبال ما العجينه تخمر اقول لكم انا معايا ايه. معايا علبه تونه، فلفل الوان احمر واصفر، وممكن فلفل اخضر، بس المتاح عندي. انا عملت البيتزا بالمتاح عندي يا بنات. طبعا البيتزا يا بنات الحشوات دي براحتكم خالص. انا هنا كان عندي برضو زيتون اسود، والحشوات ترجع لكم. عندك بقى بواقي بسطرمه، بواقي ايه تاني، اي حاجه عندك، جبنه رومي هتنشف منك حطيها، على فكره بتبقى حلوه جدا. عندك مثلا طماطم، انا مقطعه برضو طماطم هنا طرنشات. وعايزه اقولك ما كنتش بحب الطماطم خالص في البيتزا، لقيتها بتدي طعم حلو قوي، بس مش في كل حاجه. يعني في التونه لا ما بحطش معاها، انا بحطها في الخضار بتبقى حلوه جدا. عندك سوسيس، سجق، بواقي شويه لحمه مفرومه. انا هنا بوريكم الجبنه دي لاني ما تجيبوش زيها، اسمها نور، وحشه جدا 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 يا بنات، وما بتمطش ولا اي حاجه، وبتبقى عجينه. طب قلت طب استخدمتيها ليه ولا جبتيها ليه يا فاتن؟ لان انا طلبت الحاجه من جوزي وجابها لي وهو جاي من الشغل، بس هو طبعا ما يعرفش ان انا بستخدم جبنه ايه. وانا نسيت اقول له جبنه معينه يعني اللي هي الحمد. انا بستخدم الحمد يا بنات، حلوه جدا. المهم رحت بقى جايبه العجينه وفردتها. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله العجينه تحفه ازاي. ليه بقى؟ العجينه طول ما هي مرتاحه كويس وخمرانه كويس ما بتلمش معاكي. شايفين بتتفرد معاكي بكل سهوله. جميله جدا جدا يا بنات. العجينه بتاعت البيتزا دي هتعجبك جدا جدا، اعتمديها واعمليها كده لاولادك. اتحداك ان هم يفرقوها من بره. العجينه احلى من بتاعت بره كمان. بتاعت بره مش بيحطوا فيها لبن بودره ويخلوها غنيه كده، لا بيسترخصوا طبعا بميه ودقيق بس. المهم بقى جبت اي نوع قطاعه عندك او اي حجم انت عايزاه. انا قطعت بقطعه البيض دي، بعمل فيها البيض لما بكون هعمل برجر. جبتها بقى وقطعت كده زي ما انتم شايفين. انا عملتها ميني بيتزا، انت تقدري تعمليها بيتزا كامله، بس انا عملتها ميني بيتزا عشان ولادي ما تخدرش. انا بحاول ما اعملهمش كميات كبيره، يعني الحاجه تبقى صغيره على قدهم، عشان بصراحه الحاجه بقت غاليه يا بنات، والولاد الصغيرين مش بيفهموا، بيهدروا بياكلوا لقمه
ويرموا الباقي او فاهمه انتوا فاهمين بقى الولاد. فانا عملتها صغننه كده بحيث كمان ترمي معايا، وكمان نفطر بيها بقى كده طبق حلو كده. يوم الجمعه كده بتبقى حاجه حلوه جدا. يعني هنا بقى انا قبل ما يصحوا كل ده كنت عاملاه، انا صحيت هنا بقى من بدري جدا. كان يوم جمعة، وقلت بقى اعمل لهم كمان البيتزا دي يفطروا بيها، هتعجبهم قوي قوي قوي. انا هنا بقى مسكت كده العجينة زي ما انتم شايفين، لقيتها كده بتتفرد معايا، فكده يعني اتأكدت ان هي كده ارتاحت في الخمر في الخمر يعني، وبقت كده حلوه جدا. قطعت بقى الكميه اللي انتوا شايفينها دي، شايفين بسم الله ما شاء الله. تقدري يا بنات تدخليها الفرن وهي كده من غير ما تحطي عليها اي حاجه. لو انت عايزه تفرزي البيتزا تحطيها في الفريزر، يعني في اي وقت تطلعيها وتستخدميها. في المرحله دي تقدري تدخليها تاخد بس كده تشميعه، وبعدين تهدى تحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. ليه ستات اللي هم ايه شغالين برضو، دي فكره حلوه قوي انا دايما بعملها. وتقدري تستخدميها زي ما انا هعمل كده دلوقتي. ابتديت بقى افرد العجينه شويه كده عشان لما اجي احط حشوه تاخد معايا الحشوه. انا بحب حشوه البيتزا كده تبقى مليانه، وكمان جوزي لو ما لقاش البيتزا كده يعني بقيمتها ومليانه مش هيرضى ياكلها. فابتديت بقى كده بعد ما قطعت شويه العجينه رجعت خمرت تاني، فابتديت بقى ابططها بايدي زي ما انتم شايفين كده. ورحت جايبه شوكه برضو كده، وعملت كده الفتحات دي في الشوك بيها بالشوكه. ليه الفتحات دي؟ عشان ما تعلاش مني اكني بعمل عيش. دي بتخلي البيتزا تهبط يعني ما تبقاش عاليه، لان لو دخلتها كده هتعلى وهتبقى طعمها مش حلو خالص. يعني دي تكايه مهمه جدا يا بنات. عملت الفتحات دي كده بقى بالشوكه عشوائيه اي حاجه كده. عايزه اقول لكم ال3 كوبايات دقيق يا بنات رموا معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني كميه من البيتزا لو جبتيها من بره هتصرفي قد كده. مهما كانت الحاجه غاليه اعمليها في البيت واعمليها بنظافه، وكمان تنفع لاولادنا في اللانش بوكس بقى في المدارس ان شاء الله. وجربي وصفتي، بس ما تنسيش اكتبي لي في الكومنتات لو عجبك الوصفه بتاعت البيتزا دي او عجينه البيتزا. حلوه جدا جدا. المهم بقى خرمتها كده زي ما انتم شايفين. وعندي بقى هنا صلصه عاديه جدا اللي هي بتاعت السوبر ماركت. طيب انا مش عندي صلصه، عندي طماطم. هاتي فصين توم مع شويه من 3 من الزيت، معلقتين زيت، 3 معلقتين 3 من الزيت، وشوحيها كويس جدا جدا. وبعدين انزلي بالطماطم بتاعتك، شويه زعتر، فلفل اسود، وسنه كمون وملح، وبقت كده الصلصه معاكي جاهزه. بس انا عشان مستعجله زي ما قلت لكم عايزاهم يصحوا الصبح يلاقوها جاهزه، عملت بالصلصه دي. الصلصه دي بتسهل عليا كتير، ما حطيتش عليها اي حاجه. انا باخد كده كميه محترمه واعمل البيتزا بتاعتي. شايفين؟ هبتدي بقى زي ما انتم شايفين كده اوزع كده الصلصه على البيتزا. طبعا ما تكتريش صلصه، هي بس كده مجرد حاجه بسيطه اهو. عايزه اقول لكم سهله جدا، ما خدتش بجد 10 دقايق في ايدي وعملت احلى بيتزا. افردي بقى البيتزا كلها على العجينه كده عشان تديها اللون الحلو، كمان تديها طعم حلو. شايفين تحفه ازاي؟ تحفه يا بنات بجد. من احلى الطرق بجد واسهل الطرق اللي انت ممكن تعملي بيها البيتزا. وهي دايما بقى هتستسهليها، رايحه نادي اعمليها، خارجه في مشوار ومش عايزين تاكلوا من بره لان الاكل بقى غالي جدا، هتعمليها وتاخديها معاكي في علبه او حاجه. ادي كميه البيتزا اللي انا عملتها. طبعا مش كل ده، انا طبعا دي نص الكميه او ربعها كمان، ما شاء الله رمت معايا كتير. هنا بقى هحط الجبنه موتزاريلا من تحت. طب انا بحط الجبنه موتزاريلا ليه؟ عايزه اقول لكم بصوا شايفين ماسكه ازاي؟ طبعا انا بستخدم الحمد يعني متوسطه وسعرها كويس، لكن دي كان سعرها 80 جنيه. جوزي تقريبا قال لي كده وما كانتش حلوه جدا يا بنات. بس الحمد لله حاولت اظبط على قد ما قدرت، حاولت احط حشوه حلوه عشان تخلي الطعم حلو. يعني هي المشكله عندي في الجبنه بس. لو الجبنه كانت حلوه كانت بجد طلعت حكايه. هي الحمد لله طلعت حلوه، كلنا اكلناها وشبعنا وكانت طعمها حلو قوي. بس الجبنه ما مطتش زي ما انا عايزه. حطيت بقى الجبنه. انا بحط جبنه تحت ليه؟ عشان تمسك الحشوه بتاعتي. انا الاول جربت وصفات كتيره جدا للبيتزا يا بنات، وكنت بعمل حاجات كتيره جدا وكانت بتفشل مني بسبب ايه؟ ان انا مش بحط جبنه من تحت، فاحس الحشوه طالعه فوق والعجينه لوحدها. فطبعا غلط، لازم تحطي حشوه كده تحت، جبنه شويه جبنه تحت، ممكن ميكس كمان عشان تمسك في العجينه في الحشوه بتاعتك. وعملت زي ما انتم شايفين اهو بقى. حطي الحشوه بتاعتك زيتون وفلفل، وزي ما زي ما قلت لك ممكن بقى تلمي بواقي اللي عندك في التلاجة، بسطرمه، على مثلا بواقي شويه فراخ عندك من امبارح تقطعيهم كده وتحطيها، لحمه مفرومه. الحشوات براحتك خالص. انا عملت المتاح عندي لاني ما كنتش عامله حسابي، انا قلت الموجود هعمل بيه. شرايح طماطم بقى اللي هو بالخضار،
عايزه اقول لكم بجد كانت تحفه جدا جدا يا بنات. قومي اعمليها بسرعه وفرحي ولادك، ولو اعمليها كمان يوم الاجازه بتفرق كتير، وبتبقى كده اكله حلوه وسهله وفطار مختلف كمان. يعني فطري ولادك حاجه كده بيتزا، هتلاقيهم بقى ايه بيزقططوا. وعلى فكره مش مكلفه خالص يا بنات، انا عملت الحشوات الموجوده، وممكن تجيبي نص كيس من البيتزا هيعملك كمية محترمة. نص الكيس بتقريبا ب40 جنيه. شايفين بقى شكلها تحفة ازاي؟ هدخل على درجة حرارة 160 في الرف اللي في النص، طبعا مولعة من فوق ومن تحت. هتاخد معاكي من 6 دقايق ل10 دقايق، مش هتاخد اكتر من كده. وطبعا الفرن بتاعك يكون متولع قبليها. يلا بينا ندخلها بقى البيتزا، ندخلها الفرن. شكلها يشهي جدا وشكلها تحفة. وكده بعد ما طلعت، عايزة اقول لكم كانت مولعة وسخنة جدا. البيتزا بتاعتي بسم الله ما شاء الله شكلها تحفه جدا جدا. عايزه اقطعها لكم بس دي سخنه جدا. طبعا مستعجله وعايزه بقى الولاد يصحوا يلاقوها، فطلعت دي اللي بالخضار. وهنطلع بقى اللي بالتونه دلوقتي. برضو كانت تحفه جدا، قلب ريحه البيت يا بنات. عايزه اقول لكم ولادي سموا قاموا على الريحه. وكده خلاص اصلا كان الصلاه هيبدا، فقلت اقومهم بقى عشان يفطروا بقى. وعايزه اقول لكم تحفه، قليت شويه بطاطس مع كاتشب وكان احلى فطار. وكانت طعمها حلوه جدا جدا. اعمليها لاولادك وفرحيها بطريقه البيتزا بتاعتي، هتعجبك جدا. شايفين بقى؟ والله تحفه تحفه، لا بجد يا فاتن برافو. حاجه كده تحفه يا بنات. شايفين؟ انا بحاول اخلي الجبنه تمط، لكن للاسف الجبنه مش عارفه مالها. بس اختاري نوع جبنه تكون كويس، مش شرط تجيبي كيلو، جيبي نص كيلو او ربع كيلو حسب الكميه اللي بتستخدميها. طبعا البيتزا مش بالجبنه، اهم حاجه الخلطه اللي بتعمليها والعجينه. يا رب فيديو النهارده يعجبكم يا بنات، ووصفتي تكون عجبتكم، وكمان الروتين بتاعي يكون حفزكم وشجعكم ان انتوا تقوموا تروقوا شقتكم، وتقوموا كده من بدري بالذات يوم الجمعه. تخليه كده يوم مختلف ويوم حلو ومليان طاقه وتفاؤل. ما تنسيش كومنت حلو ليا.